النهارده 20 نوفمبر اليوم العالمي للطفل. لو هقول لك نصيحه واحده نمشي بيها مع اطفالنا، هقول لك ان كل عاده بنزرعها في اطفالنا وهم صغيرين بنبني بيها صحتهم وهم كبار. وعشان كده تعالي نتفق على 4 محطات اساسيه هتفرق كتير جدا في حياه طفلك. المحطه الاولى هي الرضاعه الطبيعيه. لو اتكلمنا عن الرضاعه الطبيعيه فيديو واحد ما يكفيناش، يكفي ان انا اقول لك ان الرضاعه الطبيعيه تعتبر اول لقاح رباني، لان هي بتزود مناعه الطفل، بتظبط البكتيريا بتاع الجهاز الهضمي، بتظبط تركيزه، بتظبط صحته، بتظبط كمان ذكائه. تعرفي ان لبن الام بيختلف حسب الحاله بتاعه الطفل؟ يعني لو الطفل ده سخن او تعبان او مريض او عنده اي مشكله، اللبن بتاع الام بيختلف حسب الحاله بتاعه الطفل. طب تعرفي كمان ان اللبن في اول الرضاعه غير اللبن في اخر الرضاعه؟ لبن الام فورمه متكامله، مهما عملنا من البان صناعيه عمر ما في اي فورمه لبن صناعي تقدر توصل للبن الام. حتى لو انت مش بترضعي 100% رضاعه طبيعيه، احرصي ان يكون حتى لو في جزء بسيط منها، هتفرق كتير جدا في حياه طفلك وفي صحته، وهتفرق في علاقته النفسيه بيكي كمان. المحطه الثانيه اللي هتكلم معاكي فيها هي الاكل اول 3 سنين في حياه الطفل وتاثير المواد الحافظه عليه. للاسف امهات كتيره جدا بقت بتدي اولادها شيبسي او عصاير جاهزه او اندومي او حلويات، وكل الحاجات ديت بتاثر في صحه الطفل. بدانا نشوف اطفال كتير بتعاني من سمنه، واطفال بتعاني من مقاومه انسولين، واطفال بتعاني من سكر نوع تاني، واطفال عندها فرط حركه، واطفال عندها تشتت انتباه، واطفال عندها مشاكل صحيه كبيره جدا ما كناش بنشوفها قبل كده. كل دوت بسبب تاثير المواد الحافظه عليهم. مهم كمان ان انت تنتبهي للسكر الابيض، لان السكر الابيض بيزود الالتهابات عند الاطفال. وخلي بالك مهم جدا ان انت ما تربطيش المكافاه بالاكل، يعني ما تقوليلهوش لو قعدت ساكت هديلك حلويات، لان الطفل ده بيربط ما بين المكافاه وما بين الاكل، فلما بيكبر شويه بيبقى طفل عنده جوع عاطفي. مهم كمان ان انت تعملي لهم الاكل بايديك الحلوين في البيت، يعني لو عملنا بيتزا في البيت هتكون افضل بكتير من اللي جايه بره. لو عملنا لهم عصير في البيت حتى لو ليمون عليه معلقه عسل نحل وشويه ميه، هيبقى احسن بكتير جدا ما تشتري لهم عصاير جاهزه من بره. دخلي لهم فواكه وخضروات في الاكل بتاعهم عشان تظبطي لهم بكتيريا المعده، ودي هنعمل فيديو مخصص ليها لوحدها عشان اعرفك قد ايه بكتيريا المعده بتفرق في نفسيه وفي صحه الطفل. المحطه الثالثه النوم والسهر. مهم جدا ان احنا نخلي الاطفال دي ليها مواعيد نوم ثابته، مواعيد نوم في الضلمه بالليل، علشان خاطر نساعد هرمون النمو ان هو يشتغل. الاطفال اللي بتسهر كتير مهما نام بيصحى من النوم عصبي، بيصحى من النوم هرمونات الجوع والشبع عنده متلخبطه. مهم ان احنا نثبت ميعاد نوم بتاعهم. مهم جدا جدا جدا، نصيحه ليكي كأم، ان انت تحرصي على حدوته قبل النوم. حدوته قبل النوم دي بتفرق جدا في شخصيه الطفل وفي نفسيته. اديله القيم والعادات اللي انت عايزاها تطلع فيه، او الحاجات اللي انت عايزاه يتجنبها في قصه قبل النوم. المحطه الرابعه والاخيره اللي هكلمك عليها، ودي كارثه الجيل ده، الشاشات. الاطفال للاسف بقى في ايديها موبايلات، ودي حاجه سيئه جدا جدا. بقينا بنشوف اطفال عندها تاخر في النطق، بقينا بنشوف اطفال عندها توحد، بقينا بنشوف اطفال مش متفاعله مع البيئه اللي حواليها. منظمه الصحه العالميه قالت لنا ان الطفل اول 2 سنين من عمره ممنوع تماما يتعرض لاي شاشه، ومن بعد 2 سنين نص ساعه في اليوم كفايه قوي عليه. حلو قوي لو جبنا لهم مكعبات، لو جبنا لهم بازل، لو جبنا لهم دباديب والعاب زي ما كنا بنلعب زمان. الحاجات دي بتزود ذكائهم وبتزود تركيزهم وبتزود انتباههم. كل ما الطفل ما يحرك ايده سواء في لعبه او في اكل، بينمي مخه وبيطور مهاراته. مهما كنت مضغوطه ومهما كان وقتك مش فاضي، لو قعدتي تلعبي مع ابنك نص ساعه في اليوم، هيغنيكي عن انك تروحي لدكتور تعديل سلوكيات، هيغنيكي عن انك تروحي لدكتور تخاطب، هيغنيكي عن مشاكل كتيره جدا في الحياه، هيحسن نفسيتك انت. ولادنا بيكبروا بسرعه ما بنحسش بالوقت، عيشوا معاهم طفولتهم هتفرق كتير جدا في صحتكم ونفسيتكم. في النهايه اطفالنا مش محتاجين مننا معجزات، كل اللي محتاجينه مننا بيئه امنه، نفسيه كويسه، اكل صحي، نوم في مواعيد مظبوطه. اطفالنا بذره، لو اهتمينا بيها وراعيناها كويس هتطلع لنا اجمل ظهور. قول لنا بقى ايه المشاكل اللي بتواجهك مع طفلك واحنا نقول لك ازاي تحليها.